مش هتيجي غير كده. طيب انا معايا الاخ عباس ابو حسين كان متواجد داخل الفندق لحظه وصول المنتخب الجزائري. اخ عباس مساء الانوار. مساء الانوار يا كابتن مدحت. يا اهلا وسهلا. مع حضرتك عباس ابو حسين. يا اهلا. حضرتك مواطن عادي؟ ايوه يا فندم. كنت موجود في فندق موفنبيك. بص يا فندم، انا كنت مع صديقي طارق انور في الابروتال النهارده. رحنا الظهر كده، كنا هناك الساعه حوالي 3. رحنا قصينا شعرنا هناك، وبعد كده اتغدينا، وبعد كده قلنا نقعد بقى ايه بعد الغدا شويه في اللوبي كده. كويس. كان كل البعثه ما كانتش لسه وصلت، وكان في ناس من الاداريين الجزائريين جوه في الاوتيل. وكانوا عادي جدا وكله تمام، وكان في حتى سيدات من قرايبهم وكده. كويس. وبعد كده لقينا بقى الاتوبيس بتاع البعثه وصل قدام باب الاوتيل، وبعدين الستات دول قعدوا يزرغطوا بقى ويحتفلوا بيهم وبتاع، وايه لقيناهم بقى داخلين. اول واحد يا كابتن مدحت عمل مشاكل، ودي انا شاهد عليها قدام ربنا، هو رفيق الصيفي. لقيناه داخل بزيطه وزنبليطه وازعرينه وبتاع، يعني والناس كلها حتى السياح الاجانب خافوا. دخلوا كلهم، وبعد كده قعدوا يصيطوا ويزعقوا وبتاع، وبعد كده بعد ما دخلوا كده لنص اللوبي لقيناهم راجعين تاني كلهم، وايه عند الباب اللي هو الباب الدوار ده اللي بيلف. وخناقات واحنا مش شايفين ايه. فالمهم صورنا كل ده يا كابتن مدحت عندنا. طارق انور صوره، وعندنا لو حضرتك عايز المعلومات دي كلها. طبعا يا ريت. بعد كده لقينا بقى ايه الامن. طبعا عايز اقول لك ان كان في مثلا بتاع 20 لواء و30 رائد، ما كانش فيه يعني دبه النمله يا كابتن مدحت. بالظبط. والله العظيم ما كان في اي حد. لدرجه ان احنا كنا قاعدين في الاوتيل كانوا فاكريننا امن لابس مدني من كتر ما كانش في ناس مدنيين. احنا كده دخلنا كده بالبركه، اتغدينا وقعدنا. ولقينا في 2 لعيبه اللي هم حليش وبكره تقريبا، زي ما تقول ايه نازل دم من دماغهم، بس ما فيش تعويرات. يعني كده حاجه كده ايه تحس ان هي تمثيليه. والستات بقى اللي كانت بتزرغط دي قعدت تصوت وتقولوا انتوا عايزين تقتلونا في بلدكم. قلت لها يا حاجه احنا مش هنقتلك ولا حاجه في ايه. المهم لموا بقى ايه الليله دي، واحنا طلعنا بقى نصور الاتوبيس. لقينا يا كابتن مدحت كل الازاز بتاع الاتوبيس مكسور لبره على الشارع. يعني من يعني حد من جوه ضربه عشان يقع في الشارع، لان من بره يخش جوه. والله العظيم كل ده متصور. كويس. بعد كده انا قعدت اقول لهم الكلام ده، فقال لي ما تحورش الكلام. المهم لقيت الاخ محمد روراوه مع مندوب الفيفا بيكلموا بالفرنساوي. فانا بالصدفه الحمد لله بعرف فرنساوي. كويس. فقلت له بص حضرتك لمندوب الفيفا، قلت له بص على الازاز بتاع الاتوبيس، لو لقيت قطعه ازاز واحده جوه في الاتوبيس يبقى احنا غلطانين. كل الازاز مضروب من جوه. برافو. مضروب من جوه ومحطوط على الارض. حتى اللي في واحد اللي هو الشرطه قال لي هو انت مباحث ولا ايه؟ قلت له يا فندم دي مش مباحث، ده منطق. فرد عليا واحد من البعثه الجزائريه قال لي ده منطق بتاعك انت. وبعد كده احنا برضو مسجلين. وبتاع الاتحاد الدولي ده اللي انت قلت له بالفرنساوي بص فعلا؟ ايوه بص. واللواء طلعوا مع محمد روراوه وقال ما حدش غيرهم يطلع الاتوبيس، واحنا كنا بنصور. وبعد كده عندي بقى سمحوا لهم، وعندنا الصور بالصوت والصوره. الاخ محمد روراوه وهو بيشتم الكابتن سمير زاهر يعني لفظ قبيح جدا جدا جدا. طيب انا عايز الفيلم ده ضروري. تحت امرك يا كابتن. طيب الاستاذ عمرو مخلوف فوق معاك على التليفون، هينسق معاك بحيث تبعته لنا على طول، يعني بأسرع، او نبعت لك عربيه في المكان اللي انت فيه، عشان لازم احنا نذيعه عندنا في مدن سبورت الملايين. خلاص ربنا يخليك يا كابتن مدحت. اشكرك يا اخ عباس. لا ان ربنا هو اللي عمل كده. انا كان لا يمكن لو رتبت ان انا اخش الابروتال النهارده ما كنتش هخش ولو بطاقه لخفه. صحيح. لكن ربنا هو اللي اراد كده سبحانه وتعالى. ان شاء الله، وان شاء الله هنكسب. قول للطارس كان هو اللي جنبك، هنكسب ان شاء الله. اشكرك شكرا جزيلا.